السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فمن بعد ما كنا تكلمنا في فيديوهات سابقة على الرحلات الجوية اللي كان المغرب وقفها ذهابا وإيابا، نمشي ومجي مع جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. كان المغرب سد معهم الحدود والغى الرحلات الجوية لهذ الدول، وهذا القرار كان خداه شحال هذا وكنا تكلمنا عليه، وراه لحد الساعة مازال مسدود. يعني هاد الحدود هاد ديال مع الدول هادو الرحلات الجويه مازال ملغيه. وراه شفنا اخر قرار اللي اتخذ ان المغرب ما وافقش باش المقابله ديال الوداد البيضاوي تلعب في المغرب. يعني الوداد البيضاوي عنده ماتش مع مقابله مع الفرقه في جنوب افريقيا، ومع ذلك السفاره المغربيه في جنوب افريقيا ما بغاوش يعطيو اللعابه ديال الفريق بيعطيهم الفيزا. يعني باش نعرفوا بان الحدود راه مسدوده على جميع المستويات، يعني ماشي غير على المسافرين، حتى مقابله في عصبه الابطال المغرب ما قبلهاش باش تلعب عنده في الدار البيضاء، وخيرهم باش يلعبوا ماتش في اي دوله محايده، يقلبوا هما على دوله ويلعبوا فيها. يعني تعرف بان راه الحدود مسدوده على جميع المستويات. من بعد هذا القرار هذا اللي كانت خدته المغرب مع جنوب افريقيا ومع الدنمارك ومع بريطانيا بسبب انتشار السلاله الجديده، كيف ما يعني السلاله البريطانيه، عودوا لغاو الرحلات البحريه مع ايطاليا. يعني من ايطاليا للمغرب، ومن المغرب لايطاليا، يعني جميع الرحلات اللي غتمشي من ايطاليا للمغرب معلقه حتى لحد الساعه. ما عرفناش واش الرحله ديال نهار 23 ديال نهار 25 ونهار 27 واش غادي يكونوا او لا. فاذا كانت الرحله نهار 25 من ايطاليا للمغرب، فراه اوتوماتيكمون غادي تكون رحله من المغرب لايطاليا، لان نفس الباطو اللي كيمشي للمغرب هو اللي كيعاود يرجع. يعني كيدي المسافرين من ايطاليا للمغرب وكيعاود يرجع المسافرين من المغرب لايطاليا الى تم الالغاء. لان لحد الساعه لان ما واخا كيوصلوا لي ميساج الرسائل الاخوان والاخوات ما كتاكد حتى تركب في الباطو عاد تعرف الرحله فعلا راها كاينه. فكيف قلت السبب راه ما معروفش، لان كيقولوا الا كان السبب هو انتشار مثلا الفيروس هنا في ايطاليا فغادي يتلغوا حتى الرحلات الجويه. الطائرات لحد الساعه كاينين، الرحلات الجويه مع ايطاليا كاينه، الناس كتمشي من المغرب لايطاليا ومن ايطاليا للمغرب. فقط الغاو غير الرحلات البحريه. كاين بعض المصادر كتقول ان سبب اقتصادي، على اي ما عرفناش شنو هو السبب. المهم راه الرحلات راها تلغات، ونهار 25 و27 باقي ما تاكدناش واش الرحله كاينه او لا ما كايناش. على اي انا بالنسبه من بعد هذه القرارات اللي خداتهم الحكومه مع جنوب افريقيا ومع بريطانيا ومع الدنمارك، عودات خدات قرار اخر ثاني وغلقت الحدود، يعني الرحلات الجويه مع استراليا ومع البرازيل ونيوزيلندا وايرلندا. والسبب دائما هو انتشار السلاله الجديده في الدول. فمن بعد عاوتاني الدول هذو المغرب خدا ثاني قرار غير البارح. السلطات المغربيه خدات قرار تعليق الرحلات الجويه مؤقتا. قالوا مؤقتا، يعني ما عرفناش مؤقتا شحال، ما عطاوش المده، يعني ابتداء من الليله ديال البارح. ولكن حتى لين التاريخ ديال امتى غيعاودوا يستأنفوا الرحلات ما قالوش، يعني مؤقت ولكن ما حدوش لنا التاريخ. مع 9 ديال الدول ابتداء من الليله ديال يوم الاثنين ديال البارح. والسبب دائما هو انتشار الوباء في الدول، وخاصه يعني هاد الوباء هاد اللي كاين دابا ديال الفيروس كورونا السلاله الجديده البريطانيه، يعني كما قالوا كينتشر بسرعه، يعني بالزربه كينتشر. واللي هي هاد الدول النمسا، البرتغال، السويد، تشيك، اوكرانيا، المانيا، هولندا، سويسرا، تركيا. وبعض المصادر كتقول بان حتى بلجيكا غادا تكون في هاد الايام المقبله. يعني هاد الدول هادو السلطات المغربيه خدات القرار معها، وكيقولوا حتى بلجيكا غادا هي في الاسابيع، ماشي الاسابيع غير في هاد الايام. بعض المصادر يعني باقي ما واش 100% او لا، المهم كيقول بان حتى بلجيكا غادا تدخل حتى هي في نفس القرار اللي خدته السلطات بتعليق الرحلات الجويه من المغرب لبلجيكا ومن بلجيكا للمغرب. يعني دائما كيقولوا تعليق رحلات جو، يعني غير مؤقته، ما تعطيوش التاريخ. ودي الوقت اللي ما كيعطيوكش التاريخ فما كتعرفش واش فعلا مؤقته او لا، لان الا كانت الرحله غادا تلغى شهر او شهرين فراه ما كتبقاش مؤقته ممكن اسبوع، 10 ايام ممكن. فلحد الساعه ما عطاوش التاريخ. على اي يعني هذا الشيء كيبين ان الوضع راه غير مستقر، ودائما كيكون الاغلاق بدون ما يعلموا الاخوان والاخوات. فدابا شحال من واحد
مشى مثلا من المانيا للمغرب، حاليا كاين في المغرب، حتى خرج القرار ديال الغاء الرحلات الجويه. كيفاش هاد الاخوان غادي يرجعوا من المغرب لالمانيا؟ وماشي غير المانيا، في السويد، في البرتغال، في النمسا، في هولندا، في سويسرا، فيما كاين الجاليه، في تركيا كاينين الناس كتسافر يوميا، كتمشي وكتجي. فدائما كنقولوا على الاقل ان اللي يبغيو، الا تبغوا تاخذوا شي قرار، على الاقل نعطي واحد المهله للناس، او حتى الطائرات اللي جايين ما نخليهمش يجيو، صافي الناس تعرف ان تلغات وغيبقى في المكان ديال الاقامه ديالو. لان افضل انه يبقى في المكان ديال الاقامه ديالو فين عنده الخدمه ديالو، حسن ما يتلغوا ليه الرحلات ويبقى حاصل في بلاد اخر اللي ما عندوش فيه المدخول. فهذا هو المشكل. يعني هذا الشيء راه كيبين ان الوضع راه غير مستقر الاخوان. ودائما كنقول في هذا اللحظه، دائما في اي فيديو تكلمت فيه على الرحلات او الغاء الرحلات، كنقول باننا راه الاخوه اللي غادي يبغي يسافر للضروره، او حتى اللي ما عندوش شي حاجه ضروري باغي يسافر عليها، دائما تكون رحله اسبوع اسبوعين. ومع ذلك ما كيبقاش مع ذلك ما كايناش الثقه، لان ممكن تسافر من السبت ومعول غادي ترجع السبت الجاي، هو تلغات الرحله البارح الاثنين، يعني ممكن السبت الجاي ما تكونش الرحله باش ترجع، وكيبقى الانسان. وهذا الشيء وقع للاخوان اللي مشاو في الباطو، قطعوا المغرب بطريقه عاديه، الوقت اللي وصلوا المغرب حصلوا ما بقاوش رجعوا. وراه شحال من واحد فيهم خلى السياره ديالو في المغرب دابا ورجع في الطياره لان عنده بزاف من التقدى. كاين الناس اللي غادي مثلا داو سلعه المغرب وغيرجعوا، كاين الناس مثلا اللي عندهم الفارغونيطات كيخدموا، هذه هي الخدمه ديالهم، يعني المصدر العيش ديالهم هو هذا. فضروري خاص يعني الحكومه قبل ما تاخذ بهاد القرارات هادو تعلم هاد الناس هادو، يعرفوا، لان كاين بزاف ديال الارتباطات. راه كاين اللي خلى الحوايج ديالو هنايا وبغى يصيفطوا مع واحد فارغونيط ومشى هو للمغرب في الطياره، السيد بقى حاصل هنا والاخر كيتسنى في حوايجو في المغرب. فضروري يكون التواصل، ضروري يكون غياب التواصل صراحه مع يعني الوزاره المكلفه بالمهاجرين. وهذا هو المشكل اللي عندنا، ما كاينش التواصل ما بين الوزاره اللي مكلفه بالمهاجرين في المغرب مع المهاجر. يعني الوزاره في قنت والمهاجر في قنت اخر. راه لابد ما خص يكون التواصل باش المهاجر حتى هو يحس بالاطمئنان ديالو. خاص يكون التواصل ما بين المسؤولين قبل ما تاخذوا بحال هاد القرارات هادو. تاخذ اسبوع ما عنده ما غادي يغير. الى الدوله تعطلات واحد جوج اسابيع او لا 3 الرحلات خلاتهم يمشيو، ما غادي يغير والو. ما تخليوش الناس تمشي من هنايا، ولكن الناس اللي من ليه يرجعوا. ما تخليوش الناس حتى تدخل المغرب وتخليوها تماك. ودائما كنقول راه دائما الوضع راه غير مستقر الاخوان. يعني بنادم يحاول شويه يبقى يسمع، ما يبقاش غادي بالعاطفه ديالو خصني نمشي للمغرب وخصني ندوز هاد العطله ديالي، ولا عندي 10 ايام خصني نمشي، او نلقى الطياره رخيصه ونهبط فيها. راه فهاد الاوضاع الاخوه اللي كنعيشوها حاليا في العالم كامل، راه ماشي غير المغرب، العالم كله كيعاني. راه حتى اسبانيا كتخرج قرار وكتقول بان ديروا في الحسبان ديالكم. اسبانيا كتقول للمواطنين ديالها، كتقول لهم ديروا في الحسبان ديالكم انك راه الا سافرتي لشي دوله وتم اغلاق الحدود مع ديك الدوله غتبقى تماك، يعني وتحمل مسؤوليتك. هكا كتكون اسبانيا راه في القرار ديال الاخوان اللي متبعين الاخبار ديالها راه غيعرفوا هاد الحوايج هادو. وماشي غير اسبانيا، راه بزاف ديال الدول كيقولوها. فلذا يحاول الانسان يحتاط من السفر في هذه الايام هذه. كيف قلنا شفنا دابا دول اوروبيه في الاتحاد الاوروبي، المانيا، هولندا، البرتغال داخلين في الاتحاد الاوروبي. هما المغرب غلق عليهم الحدود دابا، ما تسافرش من المانيا للمغرب، ما ترجعش من المغرب لالمانيا. فلهذا ممكن حتى غدا او بعده او الاسبوع الجاي نسمعوا ايطاليا، نسمعوا فرنسا، نسمعوا بلجيكا، نسمعوا دول اخرى دخلات حتى في تغليق الرحلات، وغادي نعاودوا نرجعوا في نفس المشكل. فهذا الاخوان اللي ما عندوش شي حاجه ضروريه، وكيف الانسان يكون يسمع ويشوف بعيد ما يشوفش في البلاصه ديالو. اللي ما عندوش شي حاجه ضروريه او اللي غادي يشد كونجي من الخدمه ديالو في اسبوع او اسبوعين، فكنفضل ان يلغي هذه الرحلات حتى تستقر الاوضاع. على الاقل غيدوز هذه الموجه هذه اللي كاينه حاليا. راه شفنا بزاف ديال الدول كتعاني، شفنا فرنسا المعاناه ديالها، كنشوفوا المانيا. فرنسا حاليا راه تما مطبقين واحد الحجر صحي. الا بغيت تسافر للمغرب خاصك تعطي الدليل علاش خاصك تمشي. الا باغي تمشي للمغرب خاصك تعطي علاش باغي تسافر. ما يمكنش غير توصل وتسافر هكاك، تكون عندك شي سبب اللي مستعجل باش تمشي للمغرب. شفنا المانيا كيفاش كتطبق في الحجر الصحي ديالها. يعني راه جميع الدول بداو كيتاخذوا في هذه القرارات، وراه حتى المغرب حتى هو راه كياخذ القرارات ديالو. يعني كل دوله عندها الحريه في الدوله ديالها كيفاش تحميها. وانت كمواطن كمهاجر خاصك تفكر مزيان قبل ما تصدق غادي مسافر وحاصل. فالانسان يحاول ما امكن
تريتي الا ما كانش عندك شي حاجه ضروريه غير جلس هنا بلا ما تسافر في هذا الوقت هذا. يعني هذه هي خلاصه القول، بلا ما تسافر، لان الوضع راه غير مستقر. الاخوان دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.